أهلا بيك تاني في كورس إزاي تنشئ مشروع ناجح من الصفر إلى الاحتراف. النهاردة أول فيديو في الشغل التقيل. تعالوا مع بعض كده نعرف النهاردة هنتعرف على إيه. النهاردة أعرفك إزاي تتعرف على المشكلة والفرصة وتشوف اللي محدش بيشوفه وتلاقي فين المشكلة دي أصلا، وكمان تعرف المشكلة دي تنفع تبقى فكرة ولا لأ، وكمان تعرف وتحدد كام واحد بيعاني من المشكلة دي، وتحدد هل المشكلة دي تستحق منك الاهتمام ولا لأ، وايه السمات اللي المفروض تكون موجودة في شخصيتك عشان تعرف تتعرف على المشاكل دي وتشوف الفرص دي. واخيرا شوية نصايح بمليون جنيه عشان تخليك تكمل وما تراجعش عن فكرتك، في قهوتك الجميلة والنوتة بتاعتك والقلم، عشان زي ما اتفقنا العلم صيد والكتابة قيد. فلو ما كتبتش كل معلومة بتاخدها هتجري منك وتهرب منك ومش هتلاقيها تاني. عمال تقول رائد الأعمال هو عقلية ورؤية ما لا يمكن للآخرين رؤيته واكتشاف المشاكل والكلام ده. طيب إحنا يا عم عقليتنا على قدنا، ما بنعرفش نكتشف المشاكل دي. قُل لنا بقى إزاي نقدر نكتشف المشاكل دي ونشوف الفُرَص ديّة ونشوف اللي ما حدّش يقدر يشوفه؟ بُص يا سيدي، الموضوع مش سهل ومش صعب، طبعًا احترت أكتر. خلّينا متّفقين مع بعض في الأول إن لازم تكون الفكرة بتحل مشكلة موجودة عند مجموعة معيّنة من الناس، بس خُد بالك إن المشكلة دي ممكن تكون بتواجهك أنت لوحدك، بس أنت فاكر إن المشكلة دي ناس كتير بتواجهها، فلمّا تيجي تدوّر تلاقي إن المشكلة دي عندك أنت بس. عشان كده المشكلة دي لازم يبقى ليها شروط حقيقية عشان أقدر أقول عليها مشكلة. فالورقة بتاعتك والقلم واكتب ورايا الشروط اللي هاقول لك عليها دي علشان تتأكد إن المشكلة دي مشكلة حقيقية. أول حاجة وأهم حاجة إنك تجمّع عدد معيّن من الناس يكون عندهم المشكلة دي فعلًا وبيدوّروا على حل ومش لاقيين. تاني حاجة إن المشكلة دي تكون بتشغل بالهم ليل نهار. بمعنى إن ممكن تكون المشكلة ديّة عادية أو ممكن يستغنوا عنها أو مش عايزين حل ليها بشكل كبير، فلازم تكون المشكلة دي بتشغل بالهم ليل نهار، قايمين نايمين عمّالين يدوّروا الحل للمشكلة دي، ويا ريت بقى لو المشكلة دي بتمسّهم هم شخصيًا أو بتمس حد عزيز عليهم. ورابع حاجة إن هم يكونوا مستعدين يستقطعوا جزء من أموالهم علشان يحلّوا المشكلة دي. فتأكد قبل ما تدوّر على حل المشكلة دي لازم تدوّر على ال4 حاجات دول، لو لقيتهم خُش على المرحلة اللي بعدها. بتسأل نفْسك دلوقتي طيب ألاقي فين أصلًا المشاكل دي؟ أدوّر عليها فين وألاقيها فين؟ اكتب ورايا يا سيدي، المشاكل دي ممكن تكون في حاجة من الحاجات اللي هاقول لك عليها دلوقتي. أول حاجة ممكن تكون في شكل حلول تكنولوجية بتسهّل على الناس حياتهم اليومية، على سبيل المثال تطبيق يساعد الناس إن هم يلاقوا شُقق وهُم مسافرين، أو تطبيق يساعدهم إن هم يركنوا في أي مكان من غير ما يخشوا في الزحمة. تاني حاجة إن المشكلة دي ممكن تظهر من تغيُّر مفاجئ في صناعة معيّنة، على سبيل المثال توقُّف استيراد حاجات معيّنة أو خامات معيّنة كانت واقفة عليها صناعات كتير. تالت حاجة مشكلة تكون بتمِس الشخص نَفْسه أو حد من أقاربه، زي مثلًا شخص محتاج لرعاية من نوع معيّن وإحنا مش لاقيين حد يوفّر له الرعاية دي. أطفال مثلًا بيعانوا من مشاكل معيّنة سواء جسمانيًا أو عقليًا، أو عندي شخص كبير عزيز عليّا زي والدي أو والدتي بيعاني من مرض معيّن ومحتاج حاجة معيّنة تنبّهني على طول أول ما يحصل له أي مشكلة. رابع حاجة وأكتر حاجة ممكن تطلّع منها مشاكل هي عدم رضا العملاء الحاليين عن منتج معيّن بيستخدموه، بسبب بقى طريقة تقديمه أو بسبب تغليفه أو بسبب تصنيعه أو بسبب المواد أو المكونات اللي موجودة فيه. ودي من أكتر الحاجات اللي ممكن تطلّع أفكار لمشاريع، إنك تاخد حاجة فيها مشكلة أو منتج فيه مشكلة معيّنة وتحاول تعدّل عليه عشان تخلّصه من المشكلة اللي موجودة فيه. خامس حاجة مشكلة ممكن تظهر بسبب ظروف بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية موجودة حوالينا، على سبيل المثال مشكلة تلوث البيئة أو ارتفاع الأسعار أو تضخُّم العملة. كل الحاجات ديّة ممكن برضه تطلّع لي أفكار معيّنة تكون بتحل مشاكل في الحتّة دي. وأخيرًا ممكن برضه تطلّع مشاكل من مجال معيّن أنت اشتغلت فيه وخدت فيه خبرة كبيرة، ولقيت إن في فجوة أو مشكلة معيّنة أو فرصة ما حدّش واخد باله منها، فأنت خدتها وعملت عليها فكرة لمنتج يحل المشكلة دي. طيب لقيت بقى مشكلة والدنيا زازات معايا وبقت زي الفل، قُل لنا بقى هنعمل إيه عشان نحوّل المشكلة دي لفكرة؟ خُد بالك أنت كده برضه بتستعجل.
مش دلوقتي، لسه في خطوة مهمة جدًا لازم تعملها قبل ما تبدأ تستنتج أفكار أو تلاقي أفكار للمشاكل دي. إيه هي الخطوة دي؟ الخطوة دي إنك تحدد هل المشكلة دي هتستحق منك التركيز والّا أستغنى عنها؟ تعمل الموضوع ده إزاي؟ هاقول لك أنا تعمل الموضوع إزاي. اللي هاقول لك عليه ده هي خطوات بالترتيب، هتمشي عليها واحدة، واحدة علشان تعرف هل المشكلة دي تستحق منك التركيز والّا لأ. أول خطوة أحدد عدد الأشخاص اللي بيعانوا من المشكلة دي، هل هو عدد قليل والّا عدد كبير؟ طيب لو عدد قليل تأكد إن الأرباح هتكون غير مرضية، عشان كده لازم تتأكد إن المشكلة دي بيعاني منها عدد كبير من الأشخاص عشان تقدر تتوسع فيها وتحقق لك أرباح مرضية. ولو عديت المرحلة ديت ولقيت عدد كبير من الأشخاص بيعانوا من المشكلة دي وبتأثر عليهم وعلى نمط حياتهم، خش على المرحلة اللي بعدها. تاني حاجة لازم تبص عليها، هل الناس عندهم وعي بالمشكلة ديت ولا لأ؟ لو عندهم وعي بالمشكلة دي هيكون الموضوع بتاعك أسهل شوية، لإن هم مش محتاجين يعرفوا إن عندهم مشكلة أصلًا. طب لو ما عندهمش وعي، محتاج توعّيهم الأول إن هم عندهم مشكلة، وبعد كده تظهر أنت بالحل بتاعك في المنتج بتاعك. عشان كده لو الناس ما عندهمش وعي، فاعمل حسابك إنها هتاخد وقت طويل شوية علشان تقول لهم أو تعرّفهم إن في مشكلة أصلًا. طيب خلصت المرحلة دي تخش على المرحلة اللي بعدها، تسأل نفسك هل المنتج بتاعك بيعالج المشكلة كلها والّا جزء بسيط منها؟ لو بيعالج المشكلة كلها فكده مِيّة، مِيّة. طب لو بيعالج جزء بسيط منها، هنا أنت لازم تُقف مع العميل شوية، بمعنى إن أنت ما تحلّلوش جزء وبعد كده تسيبه وتمشي، لأ، يا إما تعرّفه إزاي يحل الجزء اللي فاضل، يا إما تحل له أنت المشكلة كلّها، لإن أنت لو عالجت جزء من المشكلة وسِبت الجزء التاني، كده العميل برضه ما ارتاحش، هيضطر يدوّر على حد تاني عشان يعالج له المشكلة دي، وممكن يلاقي شخص بيقدّم له منتج بيعالج له المشكلة كلّها، فالأفضل إنّك تكون بتحل المشكلة كلّها. رابع حاجة وأهم حاجة إنّك تقدّم نموذج مبدئي عن الفكرة بتاعتك قبل ما تبدأ تصنّع فيها وقبل ما تبدأ تنتجها، بمعنى إنّك تقعد مع مجموعة من العملاء، حاول تعرض عليهم فكرة المنتج بتاعك وتشوف رأيهم، هل فعلًا المنتج ده كويس والّا مش كويس؟ طب هم عايزين شكله يبقى عامل إزاي؟ طب هم عايزين تغليفه يبقى عامل إزاي؟ طب هم عايزينه يبقى موجود فين؟ اسألهم الأسئلة دي كلها عشان تقدر تخرج بمعلومات، المعلومات دي تساعدك إن أنت بعد كده لمّا تيجي تعمل الفكرة، تبقى الفكرة ديّة جاهزة على الاستخدام على طول. طب أنا ليه باعمل كل الخطوات دي؟ عشان تتجنب الفشل وتتجنب عدم وعي الناس بمنتجك وبفكرتك، وكمان تتجنب إنك تاخد وقت طويل علشان تبدأ تصلّح في منتجك وتعدّله وتطوّره. من الآخر كده إنك بتبقى جاهز إنك تعمل منتج الناس تشتريه ويبقى عليه إقبال كبير. طب هل الموضوع خلص عند كده؟ لأ طبعًا ما خلصش عند كده، في حاجة مهمة جدًا لازم تاخد بالك منها. إنك لازم يكون فيك بعض الخصائص اللي تخلّيك تكتشف الفُرَص وتشوف اللي ما حدّش بيشوفه، وتكون سابق دايمًا بخطوة عن كل الناس اللي حواليك. عشان كده هاقول لك على بعض الخصائص اللي لازم تطوّرها في نَفْسك علشان تبقى شخص ناجح وتبقى رائد أعمال ناجح. أول حاجة الفضول والرغبة في التعلُّم، لو عدّت عليّا معلومة كده ما أعرفهاش لازم أخُش أدوّر عليها وأبحث عنها، هل أنت الشخص ده والّا لأ؟ تاني حاجة القدرة على ربط الأمور بعضها ببعض، أقعد كده أحلّل الحاجات اللي قدّامي والمعلومات اللي بتتقال قدّامي واربط المعلومة القديمة بالمعلومة الجديدة واستنتج حاجات كتير ونتائج كتير. هل عندك الخاصية ديّة والّا لأ؟ ما عنديش مشكلة مع الفشل نهائيًا، التعامل مع الفشل بأريحية. هل أنت شخص ما عندوش مشكلة مع الفشل والّا بيخاف من الفشل؟ هل بتتعامل مع الفشل بتسامح ومؤمن بأن النجاح مش هييجي من أول مرّة، والّا شخص بيخاف يُقبل على أي حاجة لمجرد إن هو خايف من الفشل؟ الاستماع، هل أنت شخص مستمع جيد للي حواليك والّا بتحب تتكلم كتير؟ لو أنت شخص مستمع جيد فتأكد إنك عندك بذرة رائد أعمال، لأن المستمع الجيد هو اللي بيحاول يجمّع أكبر قدر من وجهات النظر والمعلومات المختلفة، وبيحاول يفلترها ويدخّلها على دماغه وياخد اللي هيستفاد منه ويمشّي اللي مش هيستفاد منه. هل عندك مرونة في التعامل مع الأشخاص والمواقف والّا دايمًا جامد كده وبتاخد وجهة نظر واحدة؟ هل تقدر تتكيّف مع أي تغيُّر ممكن يحدث حواليك والّا ممكن تنهار مع أول موقف؟ الطموح، هل عندك طموح عالي في إنك كل أمّا توصل لمكان بتبقى عايز توصل للمكان اللي أعلى منّه والّا مستكفي بالمكان اللي أنت فيه؟ الاستقلالية، هل بتحب تبقى مستقل بذاتك وما حدّش يكون متحكّم فيك والّا عادي؟ وأخيرًا، هل عندك قدرة على اكتشاف المشكلة والفُرَص
ولا انت شخص عادي ممكن تعدي عليك المشاكل والفرص وما تستغلهاش؟ دور في نفسك على الحاجات دي، ولو لقيتها اعرف ان انت عندك بذرة رائد اعمال. طب لو مش عندك، حاول تطورها وتستغل الحاجات اللي موجودة فيك منها وتبني عليها. عارف ليه 99% من الناس بيكون عندهم افكار مشاريع كويسة جدا بس ما بيعرفوش ينفذوها؟ لان هم اول ما يجوا يفكروا بيفكروا في حاجات تخليهم ما يقدروش ينفذوا، زي محتاجين فلوس كتير، محتاجين عمالة، محتاجين مواد خام، محتاجين مصنع كبير عشان نصنع، محتاجين محلات، محتاجين. ولكن الموضوع أسهل من كده بكتير. عشان كده أنا هقول لك على نصائح بمليون جنيه تخليك تبدأ مشروعك وانت هادي ومستقر ومستعد. ركز معايا واعرف النصائح دي كويس. اول حاجة، اطلع من منطقة الراحة اللي انت فيها وحاول، مش هتخسر حاجة. ابدأ انت الاول. لو فضلت مستني صاحبك عشان تبدأوا سوا محدش هيبدأ خالص. ابدأ انت وبعد كده شده معاك. تاني حاجة، خليك ماشي خطوة خطوة. خلص مشاكل الخطوة اللي انت فيها وبعد كده خش على الخطوة اللي بعدها. فاكر لما قلت لك في الأول الموضوع عبارة عن خيوط مرتبطة ببعضها، لو مسكت أول خيط تقدر توصل إلى ما لا نهاية؟ نفس الفكرة بالظبط. ابدأ بأول خطوة وبعد كده خش على المرحلة اللي بعديها وهكذا. تالت حاجة، ما تبدأش في مجال إلا لما تكون اشتغلت فيه فترة أو فاهم فيه كويس، أو على الأقل يكون معاك حد فاهم في المجال ده كويس، يكون عنده خبرة كافية تأهله إن هو ينجح. رابع حاجة، لما تيجي تبدأ ابدأ بحاجة بسيطة وصغيرة في الأول وبعد كده توسع واحدة واحدة. وده ياخدنا لجزء مهم جدا وهو التوسع. وهنا عندك طريقين للتوسع، اما التوسع للخلف او التوسع للامام. وعشان تفهمهم كويس تعال اقول لك بمثال عملي. مصانع او مطاحن البن، لو جيت بصيت على البدايه بتاعتهم هتلاقي ان هم كانوا بيجيبوا بن مطحون جاهز ويبداوا يعبوه في اكياس ويوزعوه. وبعد فتره من الزمن وبعد تحقيق الانتشار وزياده الارباح بداوا يفكروا في التوسع. اول ما يجوا يفكروا قدامهم طريقين، التوسع للامام والتوسع للخلف. التوسع للخلف ان هم يبداوا يستوردوا البن او يزرعوه وبعد كده يجففوه ويحمصوه ويطحنوه ويوزعوه باسمهم. تاني حاجة التوسع للأمام، إن هم بدل ما يوزعوا على المحلات يفتحوا هم ستور لنفسهم ويوزعوا فيه البن ويعملوا فيه قهوة للناس، يوزعوا فيه حلويات أو أي حاجة مصنوعة بالقهوة. وبكده نكون خلصنا المحاضرة بتاع النهاردة اللي هي ازاي تتعرف على المشكلة وتشوف اللي محدش بيشوفه. وتعالوا كده سريعا نراجع على الحاجات اللي احنا خدناها النهاردة ونعرف احنا خدنا ايه. اول حاجة، خدنا ايه الشروط اللي المفروض تكون موجودة عشان احدد هل المشكلة دي تنفع ولا لا. تاني حاجة، اقدر اجيب المشاكل دي منين. تالت حاجة، أحدد هل المشكلة دي تستحق التركيز ولا لأ، وإيه هي السمات اللي المفروض تكون موجودة في شخصيتك عشان تعرف تكتشف المشاكل والفرص دي. وأخيرا، النصائح اللي هتحطك على الطريق الصح وطرق التوسع اللي ممكن تستخدمها عشان تتوسع في المشروع بتاعك لما يكبر إن شاء الله. ومع السلامة وأشوفك في المحاضرة اللي بعدها إن شاء الله.